الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قم في فم الدنيا وحي الأزهر، وانثر على سمع الزمان الجوهرا، واخشع مريا واقض حق أئمة طلعوا نجوما ثم ماجوا أبحرا، كانوا أجل من الملوك جلالة وأعز سلطانا وأفخم مظهرا. الأزهر هو كما وصفه سماحة الإمام في كلمته هو بيت العرب وبيت المسلمين. وقد كتب لي أن أزور العديد من البلاد، فرأيت أن خريجي الأزهر كانوا بإذن الله تعالى ضمانة قوية في الحفاظ على قيم وعلى هوية تلك البلاد التي واجهت يوما من الأيام مدا شيوعيا أو استعمارا غربيا أو اتجاهات مدمرة تحاول أن تمس بنية تلك البلاد. وهكذا ينتظر الناس من الأزهر في ظل هذه الظروف الصعبة. مثل هذا اللقاء المبارك الميمون ينعقد في ظروف يصح أن نقول عنها أنها استثنائية، سواء بالنظر إلى الوضع العالمي، ونحن نجد الاختلاف الهائل ونجد التطورات العلمية والتقنية والكشوف. فنحن في عصر المعرفة، عصر الانفجار المعلوماتي، عصر التقنية، عصر التواصل الكوني الذي أصبح يسمح بكثير من الممارسة والفعل، ولكنه يشهد ضعفا كبيرا في الحراك الإسلامي وتراجعا مذهلا مخيفا. وفي الوقت ذاته نجد الأوضاع داخل العالم الإسلامي تبعث على القلق. فنشرات الأخبار العالمية كثيرا ما تتحدث عن إنجازات في بلاد العالم، لكن حينما تنتقل إلى بلاد العالم الإسلامي فهي تتحدث عن بلد ينفصل بعضها عن بعض، وتتحدث عن مشكلات عميقة في بلد آخر، وتتحدث عن ألوان من الضعف والتراجع. أصبحنا في ظلها نقول إننا بأمس الحاجة إلى نموذج ولو واحد فقط يؤكد لنا أن بإمكاننا على وجه الخصوص كأمة عربية ثم إسلامية أن نصنع النموذج وأن نمسك بالزمام، وليس فقط أن نتحدث عن أمجاد التاريخ. لسنا وإن أحسابنا كرمت يوما على الأحساب نتكل ونبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. الخلاف القاتل بيننا ما سببه؟ لا أعتقد أن السبب هو وجود اتجاهات مختلفة، لأن هذا التنوع هو من سنة الله تعالى في الكون. والصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، واختلفت اتجاهاتهم وآراءهم في العديد من المسائل، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ليس الاختلاف هو المشكلة، المشكلة هو غياب فقه الاختلاف والجور على المشتركات والأسس والمبادئ والأصول العامة التي هي محل إجماع. المسلمون جميعا يتفقون على القرآن الكريم وعلى محكمات السنة النبوية وعلى مبادئ الشريعة الكلية وعلى مبادئ الأخلاق الأساسية، ويختلفون في مسائل وأمور يسع فيها الحوار والجدل بالتي هي أحسن والوصول إلى نتائج أو إلى عذر أن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ما دام في دائرة الاجتهاد، ويظل بعد ذلك الكل يعمل. تشاهد في بلادنا العربية والإسلامية أحيانا دوار يزدحم بالسيارات، وبعيدا عن التنظيم يغلق بعض هذه السيارات الطريق ضد البعض الآخر، وترتفع أصوات المنبهات والكل يصرخ ولا فائدة، لا يوجد حركة، هناك ازدحام. بينما تأتي إلى بلاد أخرى متقدمة فتجد ليس فقط السيارات المتوازية بيد تسير وبسرعة عالية، وإنما حتى في الاتجاهات المتقاطعة والمتضادة، هنا نفق وهنا جسر وهنا دوار وهنا تنظيم لحركة
المرور يسمح للجميع بأن يعملوا بعيدا عن الصيام. يعني ليس أن تحصل على التفوق ليس معنى أن تعوق مسيرة الآخرين، وإنما معنى أن تقوم بحراك ذاتك. أعتقد أن فقه الخلاف وإدراك أنه لن نقوم نحن بإلغاء هذا الاختلاف، هو سيظل سنة قائمة إلى قيام الساعة، وإنما الشيء الذي نستطيع ويجب أن نحاوله هو أن نتدرب على أدب الخلاف وعلى فقه الخلاف وعلى التعاون في المجالات المناسبة والتعاذر في المجالات الأخرى، وبذلك نستطيع أن نصنع واقعا إسلاميا جديدا. أما إذا ظللنا في انتظار أن نتفق على رؤية واحدة فهذا لن يحدث، وإذا ظللنا في انتظار أن يقوم أحدنا بالإضاحة بالآخر وإقصائه والقضاء عليه هذا أيضا لن يحدث، وهذا بالتأكيد سيعوق مسيرتنا الحضارية وسيسمح لأعدائنا بالنفوذ إلى داخلنا كما يقع فعلا. وقد أشار سماحة الإمام إلى قضية القدس وفلسطين، وهي نموذج للقضايا الوطنية والقضايا الأممية التي ينبغي على كل مسلم أن يجعلها في قائمة أولوياته. حقيقة أنا مسرور جدا بهذا اللقاء، وأعتقد أنها مبادرة كبيرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح المقاصد والنيات ويعين الجميع على تحقيق هذا الهدف السامي، لنعود فعلا أمة واحدة ليس فقط بالشعار وإنما بالواقع والحقيقة والإحساس القلبي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. والسلام عليكم ورحمة الله.